طب احنا دلوقتي في عصر الاحتراف، وكان ليهم الحق اللي هم ينتقلوا للنادي المنافس، ولا هم كدبوا على الناس وخانوا النادي؟ ففيديو النهارده زي ما انت عرفت من الاعلان كده هيبقى عن زيزو وامام عاشور وبن شرقي. هل هم خانوا الزمالك فعلا ولا لا؟ فخلونا نخش في التفصيل ونتكلم كتير. فاشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. هنبدا باول لاعب وهو اشرف بن شرقي. لاعب مش هنتكلم عليه كتير، يعني لاعب كان فضل معاك لاخر مده في عقده، ولعب معاك وجاب لك كاس مصر ومشي. يعني زي ما انت بتقول خرج من الباب الكبير، وكان ممكن يرجع تاني بس انت رفضت فلوسه، ورحت جبت بنفس الفلوس اللي بن شرقي كان عايزها، رحت جبت فيها مشلاك. فهو طبيعي جاله عرض من النادي المنافس. وده لاعب في الاول وفي الاخر ده لاعب محترف عادي اللي هو ينتقل للنادي الاهلي. وكمان لما طلع يتكلم عن نادي الزمالك كان بيتكلم بشكل كويس جدا، ولما سجل في نادي الزمالك ما احتفلش، ولما طلع مع كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم بكل احترام عن نادي الزمالك، وبيكن للجمهور كل احترام، والجمهور لحد دلوقتي لسه بيحبه. ويعني ما شافوش اللي هو غلط غلطه كبيره. انت عرضت عليه كان عايز نفس الفلوس اللي انت رحت جبت بيها محترف تاني هو كورندر مشلاك اللي ما عملش معاك اي حاجه. نفس الفلوس دي انت كنت قدامك ترجع بيها بن شرقي، بس انت كنادي انت اللي رفضت. فاول لاعب معانا اللي مش هنتكلم عليه كتير اشرف بن شرقي، خرج من الباب الكبير للنادي الزمالك وراح للنادي التاني، وده في الاول وفي الاخر لاعب محترف. ما خانش النادي من وجهة نظري. انت كان قدامك ترجعه، انت اللي رفضت. فبن شرقي كان عنده حق وما خانش النادي. كده الفيديو يعني مش هيبقى طويل، احنا هنتكلم في السريع ومش هنخش في تفاصيل كتير قوي يعني. واللاعب التاني هو امام عاشور، اللاعب اللي انت جبته من خزن المحله او حرس الحدود، باين مش فاكر بالظبط، ولعب معاك وتألق وبقى من افضل لعيبه مصر في نص الملعب. بعد كده راح احترف، بعد كده رجع وفضل يتعالج في النادي، وانا عايز ارجع النادي، عايز ارجع النادي. فضل يزن على الاداره، عايز ارجع. الاداره هي اللي قالت له مفيش فلوس. فكان طبيعي يشوف الناحيه التانية مين اللي هيقدم له عرض، بيراميدز والاهلي، فهو اكيد هيختار النادي الاهلي. ممكن امام عاشور بيغلط في اللي هو بتاع السوشيال ميديا، عايز يعمل لقطة للجمهور، بيحب اللي هو انا الحراق انا المشطشط والحاجات دي. لما سجل في الزمالك احتفل، واحتفال البالونة ويعني والبوستات اللي بيقعد ينزلها، يعني اللي هي دي اللي ممكن يكون غلط، بس هو بيحب الحاجة دي. يعني امام عاشور من نوعية اللاعب اللي هو بيحب انا الحراق انا المشطشط. فممكن يبقى دي الحته اللي غلط اللي عملها في انتقاله من الزمالك للاهلي، هي دي ممكن تبقى الحته الغلط. انا من وجهه نظري شايف ان اللاعب خلص احترافه، ما نجحش في الاحتراف ايا كان السبب، تأقلم في الجو، ملناش دعوه بالاسباب، بس رجع لك انت كنادي، بس انت كاداره معرفتش ترجعه. قلت له روح خلص نفسك وتعالى. يخلص نفسه ازاي؟ يعني انت كان لازم تجيبه تاني، هو كان عايز يرجع، فكان طبيعي لما لقاك رفضت، فكان طبيعي يعني هيشوف نادي تاني، مش هيتاني قاعد من غير نادي. فممكن من وجهة نظري امام عاشور غلط بس في ناحية الجمهور والسوشيال ميديا، وانا الحراق انا المشطشط وكل حاجة، وباحتفالاته المستفزة وبكل حاجة في الملعب. فدي كانت من وجهة نظري على امام عاشور. هو مش يعني غلطان في حتة الجمهور بس، اما هو كان عايز يرجع، انت كإدارة انت اللي موافقتش. واللاعب التالت اللي ممكن اصلا ياخد نص مدة الفيديو هو احمد السيد زيزو. انت لاعب جاي الزمالك محدش يعرفك نهائي، محدش يعرفك نهائي غير ممكن نقول 15% من الجمهور، عشان لما طلعت مع كابتن زيف زهرة وطلعت مع كابتن احمد شوبير، فيعني 10% او اقل كمان اللي يعرفوك، وكان بقالك 6 شهور ما لعبتش كورة. فانت جاي الزمالك محدش يعرفك، اول موسم ما عملتش اي حاجة مع نادي الزمالك تذكر غير ضربة الجزاء اللي سجلتها بس، والزمالك كسب بيها الكونفدرالية. الزمالك صبر عليك، انت تألقت في الموسم اللي بعديها، وكان الجمهور متعشم فيك اللي انت تبقى اسطورة الزمالك. انت دلوقتي 7 او سادس الهدافين التاريخيين للزمالك، انت 87 جون، الجمهور كان متعشم فيك. قدرت ان انت تعمل تاريخ مع الزمالك في فترة صغيرة، في 5 6 سنين. الجمهور دايما كان في ظهرك، حتى جمهور المنافس النادي الاهلي لما كان بيطلع يقول عليك بالونة، ارقامك في المنتخب مش قد كده، لاعب بالانتهاء ضربات الجزاء، اللي كان بيدافع عنك هو جمهور الزمالك. اللي انت بتقول دلوقتي هو بيشتمني، انا زعلان منه وما كانش ينفع يعمل كده، انت رحت للجمهور اللي كان بيشتمك وهو اللي كان بيدافع عنك. اي نعم احنا مش هننكر اللي انت يعني لاعب مجتهد واشتغلت على نفسك كتير، بس مستحيل تنسى فضل الزمالك. الزمالك هو اللي عاملك، انت لولا الزمالك انت كان الزمالك اصلا تقريبا مبطل كرة او بتلعب في انديه درجه تانية والكلام ده. فاللي انت تطلع كمان مع ابراهيم فايق تقول عرض الشباب،
اللي كان بتقول انا هاخد 5 مليون والزمالك ليه 5 مليون تانيين. يعني والنبي بس يبقى ركز وانت بتقول كلام يخش العقل. في نادي يعني يشتري لاعب ناقص له تقريبا 6 شهور في عقده ب10 مليون دولار، ومن لاعب مصري ب10 مليون دولار ناقص له 6 شهور بس في عقده. يعني كلام يخش العقل. بس ازاي نادي هيقدم لك 5 مليون دولار ليك لوحدك و5 مليون دولار للنادي وناقصك 6 شهور وتبقى لاعب فري بس؟ انت كنت كل لقاء بتطلع بتعشي من جمهور. انا لو مشيت من الزمالك مستحيل اروح النادي المنافس، مستحيل اروح النادي المنافس مهما كانت العروض. انا عندي عروض كتير، يعني عرض الشباب وانت بتلعب في الزمالك، عرض النيوم، عرض العين، عرض الريان، كل ده اختفى لما خلاص بقيت فري ومفيش غير النادي الاهلي. كل العروض دي اختفت. وانا متاكد وكل جماهير اهلي وزمالك الاتنين عارفين اللي انت يعني 90% مع كلامك مع ابراهيم فايق في الحلقتين دول، 90% او اكتر كمان من 90% كان كله كذب. يعني جمهور الاهلي حتى اللي انت دلوقتي بتلعب عندنا جمهور احنا عارفين اللي انت كذاب، وجمهور الزمالك اللي انت كنت بتلعب عنه احنا برضه عارفين اللي انت كذاب. يعني الجمهور عارفين اللي انت كذاب، بس طبيعي جمهور الاهلي يلا هيطبل لك وجمهور الزمالك هيفضل يقول لك كذاب كذاب. انت لاعب كدبت، انت موقع مع النادي الاهلي من شهر 3، كنت بتفضل تقول انا عايز اجدد وسيبوني اخر واحد. منين بتقول للاداره سيبوني اخر واحد وجددوا لكل اللعيبه وسيبوني اخر واحد؟ ومنين كنت بتقول محدش بيقعد معاك من اللعيب، محدش بيقعد معاك من الاداره عشان تجدد لك؟ فمنين ده؟ يعني والنبي بس حاجه تعقل. عايز تبقى اخر واحد يجدد لك وتقعد تقول محدش بيقعد معايا؟ ما انت اللي طلبت تبقى اخر واحد اخر واحد يتجدد له. خلاف عليك اللي انت لعيب كبير، وانا ضد اصلا اللي كانوا بيقولوا لك ضربات جزاء، لاعب ضربات جزاء لو شلنا ضربات الجزاء مش هنلاقيه مسجل. احنا لو شلنا ضربات الجزاء يعني بصراحه، يعني بكل صراحه، احنا لو شلنا ضربات الجزاء من ال87 هدف اللي انت مسجلهم هنلاقيك مثلا مسجل حاجه و60 حاجه و50. فانا عشان اكون صريح، زيزو لعيب كبير قوي قوي قوي، سريع مهاري، بيعرف يلعب عرضيات، بيعرف يشوط من بره وكل حاجه، بس انت كذاب وخاين. ايوه انت كدبت على الجمهور وانت خاين وخنت الزمالك، عشان انت كنت بتفضل تقول انا هجدد واي رقم الزمالك يحطه وباي شروط الزمالك يحطها. طب ما انت كنت تجدد بشروط النادي اللي حطها، انت مالكش دعوه. انت كنت تاخد الفلوس ازاي؟ هل من محبين الزمالك؟ هل من النادي؟ انت كان ليك بس فلوس. ابوك اللي دخل في الصفقه عايز عموله عايز عموله. احنا ما شفناش اب كده وما شفناش وكيل كده قبل كده. يعني لما الكلام طلع عليك انا عامل فيديو كنت بدافع عنك وبقول ايوه ابوك ليه نسبه وكل حاجه وانت عندك حق وكل حاجه، بس لما كل حاجه اكتشفت واكتشفنا ان انت كذاب وكل كلامك كان كده، ف يعني انا اسف على الفيديو اللي كان حصل ده اللي انا كنت بدافع عنك. وكمان انت كنت بتقول رايح للسفاره عشان اتفرج على الماتشات، يعني واضحه قوي. يعني انت بتقول الغلطه اللي عملتها اللي انا رحت السفاره، فواضحه قوي اللي انت كنت بتريح للاهلي عشان يعني انت بتقول حتى لو ايه اللي حصل لو ما كملتش مع الزمالك انا هروح رايح السفاره عشان لو ما كملتش مع الزمالك يبقى معايا التاشيره. فاحمد رمضان بيكهام مطلع التاشيره قبل سفر الاهلي بيومين بس او بيوم، ما راحش قبلها بشهور علشان يطلعها، ولسه كان في لعيبه من الاهلي لسه بيطلعوها ما راحوش قبلها بشهور عشان يطلعوها. وبتقول مضيت مع الاهلي في فترتك القانونيه. يعني انت اتكلمت مع الاهلي واتفقت معاه واتفقت على الشروط كلها وصورت فيديو التقديم ومضيت وكل حاجة، وكل ده في فترتك القانونية اللي هي المفروض كان بعد ماتش الزمالك وبيراميدز اللي هو يوم 5/6. يعني ازاي عملت كل ده؟ الماتش خلصان الساعة 12 والفيديو نازل تقريبا الساعة 4. عملت كل ده في اقل من 24 ساعة؟ يعني حاجة تخش العقل. يعني بس والله كل ما افتكر حلقه ابراهيم فايق اللي ضحكني، بس انا ماليش علاقه جمهور اهلي جمهور الزمالك، بس اللي ضحكني اللي لعب ناقص له 6 شهور في عقده، في نادي من السعوديه يجي يدفع في لاعب مصري 5 مليون دولار ليه و5 مليون او 6 مليون دولار زي ما انت بتقول. ده كلامك زي ما انت بتقول 6 مليون دولار. يعني نادي في السعوديه وفي لاعب مصري وناقص له 6 شهور وعقده يخلص هيدفع ليه 10 مليون دولار. فعلا انا ماليش دعوه بجمهور اهلي او جمهور الزمالك، بس انا كنت من اكتر زيزو ده كان من اكتر اللعيبه اللي انا بعشقه وبحبه قوي. ويعني مهما الناس كان بيقولوا عليه ضرب ضربات جزاء، يعني لو انا شايفه احسن لاعب جه الزمالك وفضل يجتهد على نفسه وبيشتغل وكل حاجه ومنظم اكله ومنظم كل حاجه وتمرين واشتغل على نفسه لحد ما وصل للطريقه دي. فانا كنت بحبه، بس كله اتخدع فيه
كناش ما كناش فاهمين اللي انت خاين كده وكذاب للدرجه دي ولعيب جعان وطماع في الفلوس. ففي النهايه زيزو خان الزمالك، كدب على الزمالك. يعني مش زي امام عاشور، مش زي بن شرقي، مش زي كهربا اللي اصلا كان بيلعب في الزمالك والجمهور واللعيبه وكل حاجه كانوا عارفين اللي هو اهلاوي. اما انت كنا كل لاعب بيطلع في لقاء او يطلع مع اي حد واي واحد في مجلس الاداره بيطلع بيقول زيزو ده اللي نبني عليه. كله كان متعشم فيك اللي شيكابالا هيسلمك الرايه وتبقى الاسطوره القادمه. بس انت يعني خسلت كل ده، مسحت تاريخك حرفيا مع نادي الزمالك. محدش هيفتكرك نهائي نهائي. مسحت تاريخك جدا. ممكن تلعب سنتين 3 4 5 6 7 مع النادي الاهلي لحد ما تعتزل في النادي الاهلي، بس برضو مش هتعمل تاريخ مع النادي الاهلي. هتكسب بطولات، هتاخد فلوس كتير، هتعمل اعلانات كتير، بس خليك عارف ان انت خسرت تاريخك مع الزمالك اللي انت عملته. خسرت الجمهور، استحمل الجمهور بقى الشتايم. الجمهور حقه عشان انت كدبت عليه وخنت النادي. ففي النهاية انا قلت اقول وجهة نظري في الترند اللي طالع ده. قلت برضو اقول وجهة نظري اشارك معاكم. بن شرقي لاعب محترف من وجهة نظري ما خانش النادي. امام عاشور من وجهة نظري برضو ممكن يكون غلط في حتة الجمهور والاحتفالات اللي بيعملها وحرقه مشطشط. زيزو كداب وخاين. فبرضو مستني رايك في الكومنتات، شاركني برضو في الكومنتات لو انا غلطان في حاجة. وفي النهايه برضو ماليش في دعوه بجمهور اهلي وجمهور الزمالك، انا قلت اقول رايي من وجهه نظري. فما تنساش في قناه وفعل ذكر توصلك كل جديد، واستنى الفيديوهات الجايه كتير، والسلام.